السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. لو اول مرة بتتابعوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة الفيديو عن تجهيزات لرمضان. تمام. انا اشتريت الكرتونة دي من هايبر. وكنت شارية حاجات تانية برضو من السوبر ماركت. قلت اوريكم بس الكرتونة بتاعت هايبر فيها ايه. تمام. هي بتبقى جاية فيها ازازة زيت، وبيبقى فيها كيس سمنة، باكو شاي صغير، وكيس شعرية، كيس فول للتدميس عشان رمضان ندمس الفول، كيس ملح، وكيس سكر، كيس رز، وكيس مكرونة كبير. تمام. وكيس بلح كبير، اللي هو بيتعمل في الخشاف. خلاص. انا جبت الحاجه دي وجبت حاجات تانية كده. والفيديو اصلا يعني مش عشان الكرتونه اللي انا جايباها من هايبر، الفيديو عن اصلا ان احنا بنجهز تجهيزات رمضان، ازاي نرص الحاجه ديت بشكل كويس، يسهل علينا السحب يعني منها في رمضان، وفي نفس الوقت ان الحاجات تقعد معانا وقت اطول من غير ما تسوس. طبعا احنا عارفين ان رمضان شهر الخير، وبيبقى الاكل فيه ما شاء الله كتير يعني. فبنجيب كميات يعني من الرز ومن البقوليات ومن المكرونات ومن الحاجات دي. فيعني احنا اللي بيفيض عايزينه يكمل معانا بعد رمضان كمان، يعني اللي يفيض من شهر رمضان عايزينه يكمل معانا بعد رمضان. فعشان الحاجه ديت ما تتسوسش او ما تبصش، تعالوا اوريكم بقى الطريقه بتاعتي اللي انا بستخدمها لحفظ الحاجات ديت. انا بجيب برطمانات. تمام. يعني عندي علب اللي هي التبر وير. العلب ديت البلاستيك بتاعها، يعني الخامة بتاعت البلاستيك بتاعها ما بتضرش بالأكل. تمام. وبتحافظ على الأكل أكتر وقت ممكن، سواء بقى بقوليات أو سواء خضروات. يعني في علب مخصصة للبقوليات وفي علب مخصصة للخضروات. تمام. فأنا بجيب العلب ديت من تبر وير. هي حاجاتها غالية شوية بس الصراحة بتنفع يعني. خلاص. واللي مش متاح عنده علب تبر وير بيجيب أي برطمانات محكمة الغلق. البرطمانات الكبيرة دي بتنفع قوي، اللي هي بتاعت المربى الكبيرة أو العسل، أو أي برطمانات عندك، بس هي الأحجام الكبيرة هي اللي بتنفع في تخزين الرز والعدس والمكرونات والحاجات دي. خلاص. فلو مش متاح عندك العلب، ومش شرط علب تبر وير، يعني في علب كتير بلاستيك طالعه خامتها كويسه. اهم حاجه ان هي تبقى محكمه الغلق، يعني الغطا بتاعها بيبقى قافل على الحاجه كويس، عشان ما يدخلهاش هواء ورطوبه، وده اللي بيسبب ان الحاجه تسوس او تبوظ. تمام. تعالوا اوريكم عندي المطبخ قبل ما نرص الحاجه في العلب وبعد، عشان برضو تبقوا يعني الفكره ان هي برضو مش كمان تحفظ الحاجه، لا، الفكره ان هي بيبقى شكل الحاجه في المطبخ يعني منسق كده وسهل ان انا استخدم منه من غير ما يبقى المطبخ عندي الادراج بتاعته منكوشه من جوه، او الظرف بتاعته منكوشه من جوه، الاكياس كلها فوق بعضها كده. فتعالوا نشوف مع بعض. خلاص، ده شكل الضرفه بتاعه الخزين عندي في المطبخ. طبعا زي ما احنا شايفين كده الاكياس كلها فوق بعضها، والحاجه مش مترتبه. فهنرتب بقى الحاجه ونفضيها في العلب، بحيث ان الشكل يبقى منسق وجميل وسهل ان انا استخدم منه، وفي نفس الوقت احفظ الحاجه ان هي ما تبوظش. فتعالوا نشوف معانا بقى هعمل ايه. آه، انا بجيب بقى العلب كده. طبعا لما العلبه بتخلص بقوم غسلاها، يعني ما بحطش في العلبه الحاجه الجديده غير لما الحاجه القديمه تخلص واغسلها. خلاص. العلبه دي انا جايباها مخصصه للسكر، بحط فيها السكر. خلاص. فبجيب الأكياس بتاعه السكر. تمام. وبجيب مقص، وببتدي افتح الكيس كده من فوق، وببتدي بفضي ايه السكر في العلبه. طبعا انا السكر بيبقى انواع، في النوع الخشن اللي هو زي بتاع التموين ده. تمام. وفي النوع الابيض العادي. انا بحط بقى كله على بعضه، يعني مش بفصل الانواع عن بعضها. اللي بفصله بس عن بعض الرز، لما بيبقى عندي انواع مختلفه
ما بحطش الانواع المختلفه على بعض في علبه واحده، لان في يعني نوع رز بيشرب ميه اكتر من الرز اللي قبله. تمام، فعشان ما بقاش حطيت كل الانواع على بعضها وجيت سحبت منها وجيت عملت الرز، لقيت رزايه مثلا مستويه ورزايه لسه بتقرمش مثلا نص سوا او حاجه، فما بعملش كده يعني، بحاول احط كل نوع افصله عن التاني. تمام. هي العلبه دي ما شاء الله يعني خدت حوالي 3 اكياس سكر. تمام، وكان فيها شويه من الاول حوالي نص كيس او كده، ولسه يعني فيها شويه من فوق اهو. تمام، لسه ما اتملتش على الاخر يعني، فهي ممكن تاخد 4 اكياس سكر، يعني بتاخد الكيس لو كيلو يبقى هي دي بتاخد 4 كيلو سكر. تمام، او 4 كيلو عموما من اي حاجه يعني. في بقى العلبه اللي هي اكبر منها اللي هي ال5 كيلو، دي انا بخليها للرز، اللي هي ال5 كيلو رز. ال5 كيلو دي الاكبر بخليها للرز، عشان لو جبت مثلا مره الكيس الكبير اللي هو ال5 كيلو على بعضه يبقى بفضيها فيها ايه مره واحده. او لو جبت اي اكياس عاديه اللي هي الكيس الكيلو العاديه دي برضو ايه بفضي فيها، بس يكون النوع كله واحد. تمام، ما احطش انواع على بعض زي ما قلت لكم. تمام. هي بقى فيها شويه رز، فانا مش هحط فيها دلوقتي، لما يبتدوا يخلصوا هبقى احط فيها بعد كده. نيجي بقى لبقيه الحاجه. مثلا هاخد العلبه دي كده احط فيها مكرونه. في برضو حاجات اللي هي ببقى جايباها من العطار دي، يعني ممكن ابقى جايبه الحاجه من العطار، مش شرط اللي هي الشركه يعني. تمام، اهم حاجه بتاكد ان انا قفلتها كويس، لان هو ده اللي بيحفظ الحاجه من ان هي تبوظ او تسوس. خلاص. في بقى انا ممكن اعمل شويه برطمانات. انا بخلي الحاجات دي يعني الاكياس الكبيره. الاكياس بقى اللي هي الصغيره شويه اللي هي مثلا نص كيلو او حاجه بحطها في البرطمانات. تمام، هو النوع ده هو يعني هو نفسه يعني تقريبا في اختلاف، خلاص احطه في برطمان تاني برضو، لان انا ايه خايفه ان العدس يبقى عامل زي الرز. تمام، ادي الغطا بتاعه. خلاص. اوقات برضو يعني عشان اتاكد انه قفل كويس بقوم جايبه كيس وحطاه، وبعدين اقوم قافله البرطمان زي ما بنعمل كاننا بنخلل حاجه. تمام، واي زياده من الكيس بقصها، يعني بخلي الكيس على قد الايه الغطا شويه، اكبر من الغطا شويه. بحس ان الكيس برضو بيخلي ايه ان الحاجه تتقفل اكتر، بحيث ما يخشهاش اي هواء. تمام، فيحفظ لي الحاجه اكتر. هاجي هنا برضو احط مثلا اللوبيا. ماشي. هي يعني دي الطريقه، يعني عشان ايه بس ما اطولش عليكم الفيديو. خلاص. انا بقى هكمل بقيه الحاجه دي وهرصها في ضرفه المطبخ. تمام، وهوريكم بعد كده الشكل النهائي بعد ما نحط الحاجه كلها. لو فاض حاجه عندي يعني البرطمانات والعلب بالتبر وير خلصت ولسه مثلا عندي حاجه متكيسه، خلاص بسيبها في كيسها. ببتدي اسحب منها الاول، لان الحاجه اللي في الكيس ممكن ان هي تسوس اكتر، يعني مش هتقعد الفتره اللي هتقعدها الحاجه اللي في البرطمانات. الحاجه اللي في البرطمانات هتقعد اكتر، وحاجه التبر وير دي بتقعد الحاجه بالشهور يعني. يعني انا قبل كده كنت جايبه زعتر وجايبه بابريكا،
يعني يمكن قاعد معايا حوالي يعني حوالي سنة وما شاء الله ما حصلوش حاجة. حتى البهارات يعني لو ما اتحطتش في حاجة محفوظة كده كويس بتسوس بعد فترة، خصوصا الكزبرة يعني أسرع حاجة بتسوس. تمام. فدي كانت الطريقة بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. وحاجة برضو يعني بص الشكل غير لما يبقى الحاجة في الكيس، سواء بقى كيس الشركة سواء كيس العطار، برضو الشكل بيفرق، بيبقى أحلى والحاجة مترتبة وباينة قدامي. كده كده الحاجة بتاعت تبروير برضو شفافة زي الإزاز، ما عدا العلبة السوداء اللي عندي دي اللي هي بتاعت الرز، بس كده كده أنا عارفة إن هي بتاعت الرز فمش مشكلة، لكن بقية الحاجة دايما بتبقى شفافة وببقى شايفة الحاجة عندي إيه. في نفس الوقت بتحفظ الحاجة. وانا هخلص بقى الكمية اللي عندي واوريكم الشكل النهائي. وخليكم معايا لاخر الفيديو لحد ما نخلص ونشوف الشكل النهائي. نسيت بس اقول لكم على حاجه، انا طبعا لو عندي حاجه صغيره، يعني انا كان عندي الفاصوليا البيضاء كميه صغيره كنت ساحبه منها، ما كنتش فضيتها قبل كده، فكان الكيس يعني ايه حوالي كوبايه يعني. فخلاص لو انا عندي حاجه صغيره بجيب لها برطمان صغير على قدها، مش شرط ان ايه البرطمانات الكبيره او الاحجام الكبيره، حسب الكميه اللي عندي. لو الحاجه كبيره هجيب برطمان كبير، لو الحاجه صغيره هجيب برطمان صغير. وكده كده البرطمانات عندنا في كل البيوت المصريه، بدل ما احنا بنرميها او بدل ما احنا بنكونها كده في الظرف والادراج على الفاضي تعمل زحمه وخلاص، لا نستفاد منها. تمام. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف ايه الشكل النهائي للمطبخ بعد ما رتبنا ايه الحاجه كلها. ده كده خلاص الشكل النهائي بعد ما ظبطنا الحاجه كلها وحطيناها في العلب. طبعا فرق كبير بين الشكل الاولاني والشكل التاني. انا هنا رصيت بقى الحاجه كده اهي في البرطمانات التبروير وجنبها البرطمانات الازاز. ودي برضو كانت حاجات عندي من الاول كانت في البرطمان خلاص. وتحت حطيت المكرونات والسكر والرز، وجنبيه ازاز الزيت والخل. تمام. فوق حطيت بقى البقوليات والشعريه والكلام ده. وفي برطمان برضو اللي هو فيه كان عندي كيس دقيق فضيت برضو منه دقيق. تمام. الجزء اللي ورا البرطمانات ده اللي هو الحاجات اللي كانت في الاكياس والبرطمانات ما قضتش، انا بقى سبتها في اكياسها. تمام. هبتدي بقى اسحب منها الاول زي ما قلت لكم، وبعد كده اسحب من البرطمانات. طبعا قبل ما بعمل القصه ديت كل مره بشيل المفرش. تمام. بنفضه او بغسله تمام حسب هو محتاج ايه، وبكنس الخشب، البواقي اي فتافيت اللي هو البقوليات او الحاجات ديت، اي تراب اي حاجه. ونفس القصه تحت، وبفرش بقى على نضيف وبرص بقى الحاجه بالمنظر ده. وده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم، ولايك وشير لاصحابكم عشان يستفادوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.